والذي انتهى بفوز العبور بهدفين لا شيء. التقينا مع رئيس نادي العبور الحاج علاء عاشور. الحاج علاء عاشور. الف مبروك يا حاج علاء. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا استاذ. يعني احنا بنتمنى لكم التوفيق، وتقول لنا يعني برضو هذا الفوز يعني بيمثل ايه لنادي العبور؟ اولا تحياتنا ليك ولاسره البرنامج الاستاذ عبد الناصر والاساتذه الافاضل اللي معاه. والله هو الفوز ده النهارده بالنسبه لنا والله غالي جدا، احنا بنلعب بره ملعبنا النهارده، وبيطمنا شويه كده، بنتاهل يعني نطلع من الجدول شويه فوق كده باذن الله، وربنا يكرم ان شاء الله. ادينا اهو بنجتهد وربنا يقدم فيه الخير ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يخليك. تحفيز معين للعيبه؟ ما ان شاء الله ده اليوم النهارده حافز كويس ان شاء الله، هيصرف لهم من النادي وربنا يكرم ان شاء الله. الف مبروك الله يا يبارك حاج، فيك. الف مبروك. فيك. نلتقي ايضا اعزائي المشاهدين مع يمكن صاحب هذا الانتصار، الرجل اللي ليه لمساته على هذا الفريق، المدير الفني كابتن سعيد ابو السعود. الف مبروك كابتن سعيد. انطباعك الفني ايه عن المباراه يعني؟ والله يا كابتن حضرتك شايف يعني الفيصل في المباراه النهارده الروح العاليه للولاد، ان احنا الحمد لله يعني كان باين ان احنا متمسكين، وكان عندنا اصرار ان احنا نكسب، لان احنا بنعمل نتائج كويسه، بس بنحقق درون كذا، عاملين 6 تعادلات، نأدي كويس. كنا محتاجين نكسب مباراه عشان يعني وضعنا في الجدول يتحسن احسن الحمد لله، وهم كانوا ابطال يعني، والله يبارك فيك كابتن. بس انت لعبت على المرتده بنجاح النهارده. الحمد لله كابتن، الحمد لله، توفيق من عند الله، توفيق من عند الله. نتمنى لك التوفيق وتوفيق الاولاد وروحهم المعنويه العاليه دي. والف مبروك كابتن شعبان، الف مبروك. شكرا. مشاهدين، التقينا مع احد لاعبي العبور اللاعب سامح شعبان. الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. الحمد لله احنا كنا محتاجين المكسب ده، كان بقالنا كذا ماتش بنتعادل وبنخسر، والحمد لله يعني ربنا. هزمتوا من كفر الدوار 2-1 الماتش اللي فات. 2-1 ماتش كفر الدوار، وكانت تعادلات قبليها الحمام. تعادلنا 6 ماتشات السنه دي، بس الحمد لله كنا محتاجين المكسب ده عشان يعني نترفع شويه في الجدول. كان مركزك ايه يا سامح؟ انا في نص الملعب، بلعب في نص الملعب. الحمد لله وربنا كرمنا الحمد لله. مبروك، الف مبروك، الف مبروك كابتن. افضل لاعب في الملعب النهارده اللاعب محمد حسن مندي. بحييك يا محمد. ربنا يكرمك يا كابتن، الله يكرمك يا كابتن، والف مبروك الفوز. والله الحمد لله يا كابتن، الف مبروك، الله يبارك فيك يا كابتن. والله الحمد لله احنا كنا النهارده جايين ما فيش قدامنا الا 3 بونت، لازم ناخدوا ال3 بونت، والحمد لله ربنا وفقنا اننا كنا على قلب رجل واحد النهارده، والحمد لله وربنا بيدي على كل واحد على قد تعبه، والحمد لله ربنا كافئنا يعني، وادينا مستوى كويس، والحمد لله الناس راضيه عننا الحمد لله. الفوز ده بيمثل للعبور ايه يا مندي؟ والله يا كابتن دي مش 3 بونت، دي 6 بونت، الفوز ده ب6 بونت عندنا، احنا كنا جايين لازم ناخدوا 3 بونت، واحنا جايين دول 6 بونت مش 3 بونت. الحمد لله فوز كبير طبعا، فريق مطروح فريق محترم، والحمد لله يعني ربنا وفقنا الحمد لله، واحنا بنتمنى لكم التوفيق. شكرا يا كابتن. ربنا يعزك. اهلا بحضراتكم. انطباعك ايه عن المباراه يا كابتن طارق؟ يعني المباراه طبعا يعني اللعيبه ساعدوا حكم المباراه في ان هو يدير المباراه بكفاءه وبدون ضغط عصبي، وطبعا كان مباراه حلوه وكان في نديه من الفرقتين، وطبعا الحمد لله المباراه تمت، وفرق طبعا مبروك للعبور وهارد لك لفرقه مطروح. تقييمك ايه لحكم المباراه جلال راجح منطقه الغربيه؟ حكم المباراه طبعا ادار المباراه بذكاء وبخبره، لانه حكم طبعا قديم وحكم متميز، وطبعا يعني قدر يعني يدير المباراه، واللعيبه كانوا ملتزمين، ورغم ان كان في انذارات في الشوط الاول، ولكن هو قدر يسيطر على المباراه، والجوان اللي جت الحمد لله جوان سليم ما فيهاش اعتراضات، والحمد لله خرج بالمباراه الى بر الامان يعني. شكرا يا كابتن طارق، شكرا. اعزائي المشاهدين وعشاق كره بلدنا، كان لنا لقاء مع الراجل اللي ليه دور كبير مع حارس مرمى فريق العبور اللي كان متالق النهارده، ايمن عبد الصبور. كابتن سيد عبد الفتاح، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، والف مبروك الفوز. الله يبارك فيك يا رب. انطباعك ايه عن المباراه وعن الحارس بشكل خاص؟ والله الحارس عامل مباراه كويسه جدا، وده تعب ومش اول مباراه يعملها دي، هو شغال معانا كل المباريات، يعتبر هو اللي شايلنا في المجموعه دي وشايلنا في الماتشات كلها، فربنا يوفقه ويكرمه كده لحد اخر السنه باذن الله. صعب مهمه مدرب الحراس يا كابتن؟ طبعا احنا اكتر واحد بيتعب واكتر واحد بيشيل الماتشات، لو هو لما بيغلط غلطه واحده هو بيشيل الليله، انما اي لعيب بيغلط او في باك بيغطيه في حاجه بيغطيه، انما الجول ملوش غلطاته هو بيقول لك هو اللي خسرنا، فالحمد لله احنا بنبقى مركزين ان هو يبقى كويس ويبقى مركز طول الماتش عشان ما يغلطش. مبروك فوزكم. الله يبارك فيك. طيب بالنسبه للفوز ده يمثل لكم ايه بالنسبه لنادي العبور؟ دي نقطه كبيره بالنسبه لنا، هننهي الدور الاولاني، عندنا ماتش جاي على ملعبنا برضه دمنهور نهائي، اخر ماتش لينا، وفي ماتش متاجل، فاحنا لما ننهي الدور الاولاني واحنا في نص الجدول برضه بيدينا حافز الدور الثاني، ان احنا بس عايزين نقعدوا ونبقوا السنه دي نبقوا كويسين كده ونكملوا، والسنه الجايه ربنا يسهل نطوروا الفرقه اكتر من كده يعني. نتمنى لكم كل التوفيق. كابتن سيد عبد الفتاح مدرب حراس العبور، شكرا.